الديفلوبر بيرد عليك ويقول لك انا لا اتحكم نهائي في السراوندنج اريا حواليا. وانا مالي؟ ده تخطيط بالمناسبه، ده تخطيط عمراني معمول من الجهاز المدينه نفسه، او من الوزاره، او من الهيئه. بيقول ايه؟ بيقول تكافؤ سكاني. بيقول ان فيلا القطاميه هايتس يكون وراها عمارات كذا عشان تخدم على كذا، بدون الدخول في تفاصيل. بيقول لازم يكون في توزيعه للشرايح بتاعه المجتمع في المنطقه الواحده. احنا كلنا عايشين في بلد واحده، انا مش معنى ان انا عايش جوه كومباوند فانا منعزل وانا الاحسن وانا الاعلى، ولا مفيش الكلام ده. احنا كلنا عايشين في بلد واحده. فده توزيع سكاني بيعمله الدوله. فيقول لك الديفلوبر انا لا اتحكم في السراوند اريا حواليك، انا اتحكم في معيشتك جوه، ككوميونتي، كصيانه، كتشغيل، كفاسيلتيز، كعرض طرق جوه، كرصف طرق، كلاندسكيب، كل حاجه. اوعدك ان انا اديك اعلى حاجه، انما بره انا ماليش دعوه. مين اللي ما يقدرش يقول كده؟ مستقبل سيتي. لا، هو تحكمت في السراوندنج اريا. الله. من مدينه مصر الجديده، تجمع خامس مستقبل سيتي، تجمع سادس عاصمه اداريه مدينتي، مستقبل سيتي في النص، عاصمه اداريه يمينها، تجمع خامس شمالها، تجمع سادس تحتها، مدينتي فوقيها. لوكيشن سنتر، موقع جغرافي محترم. سنتر لايه؟ للفيوتشر بلان يا جماعه بقى، للفيوتشر بلان بقى. احنا كام مره حد عرض على اهالينا تاخد ارض في التجمع الخامس ب 100,000 جنيه؟ قال له التجمع الخامس يا عمي. والله اتعرض عليا ارض، يا شوف اتعرض عليا في 99 او 2000 ارض طب ماشي، لما اجي اكلمك دلوقتي في مستقبل سيتي اللي هي ساكنه دلوقتي فيها المرحله الاولى واستلاماتك انت 3 4 سنين، فممكن تسكن يا سيدي بعد كده في المراحل اللي بعد كده، مفيش مشكله، حواليها عمار. تقول لي يا مستقبل سيتي هتسكن امتى؟ يا عم يا جماعه عدلوا المينتاليتي شويه، لان انت اللي هتكسب في الاخر. ما وانت ماسك في التجمع الخامس وعايز تسكن فيه طب ما انت الجهاز بص عامل لك ايه؟ ما هو عامل لك اهو التوزيع اهو، ما هو عامل لك التجمع السادس المصطلح الجديد اللي فيه من في بيج نيمز، يعني في مراكز، وفي لافيستا، وفي هورايزن ماجد النعيمي، وفي بيج في هايد بارك، وفي اسامي كبيره، وفي زاد طبعا، زاد ايست في الاول، ولا فيستا سيتي على راس المثلث من فوق، يعني على راس هي مثلث كده. الله. طب ما انت ما بينك وما بين التجمع السادس يا مستقبل سيتي يعني بوابه العاصمه الاداريه. طيب تحكم جهاز مستقبل سيتي، هو كمان جهاز منفصل بذاته، جهاز مدار منفصل بذاته، مشارك كل الديفلوبرز، مش بغرض المشاركه، يعني بغرض انه انا متحكم جدا في الفاسيلتيز. مين اللي عامل البنيه التحتيه للمستقبل سيتي؟ حسن علام والخرافي الكويتيه، الخرافي ناشونال، حسن علام بروبرتيز والخرافي ناشونال، حسن علام اسف الانشاءات يعني. هي اللي عامله البنيه التحتيه، مدينه كلها سمارت. مين التايكون اللي حد سالني في الكومنتات اتكلم على مشروع مرسى باغوش، شهاب مظهر؟ ده انا هتكلم عليه، ده انا هعمل فيديو عليه فقط فعلا يعني. شهاب مظهر الانتيرير الاكستيرير ديزاينر العالمي، عالمي، مش ان انا بقول عالمي، هو عالمي انترناشونال يعني، لديزاينز حوالين العالم. هو اللي عامل البوليفارد، يعني المدينه 11,000 فدان فيها بوليفارد كبير جدا، اللي عامله شهاب مظهر ومقسمه بحضارات مصر الفرعونيه والحضاره الفاطميه، وعامل هويه للبوليفارد بالديزاينز بتاعته بتاع. عندك كوميرشال اريا في النص، ويمينك وشمالك الكومباوندز، غير الفاسيلتيز بتاعت الكومباوندز، غير فايه؟ ما تفكر كده. طب مين اللي جوه البتاع؟ مين اللي جوه مستقبل سيتي؟ حسن علام بمشروعين وارضين ليه، صبور قوي جدا جوه مستقبل سيتي. خلي بالك هو يعني يمكن يكون
اخفق في بعض من المشاريع زي ما اي ديفلوبر ممكن يحصل له كده، ولكن جوه مستقبل سيتي هو بيمتلك 50 60% من الاراضي بتاعت مستقبل سيتي، ومن اقدم الناس اللي كسرت الواقع واللي كسرت الموضوع ده، واول واحد سلم واول واحد عدل من صيانه مشاريعه. اللي يعني مش اول واحد، يعني هو عدل من صيانه مشاريعه في مستقبل سيتي. ومن 2017 تم ايقاف تراخيص البناء لمستقبل سيتي عشان بس العاصمه الاداريه. فعذر اي ديفلوبر ما سلمش من سنه سنتين فاتوا بس، ما سلمش من سنتين فاتوا بس، اللي لسه ما سلمش لحد دلوقتي فهو نوت تراستد. مش عايز اقول اسامي، في ناس في مستقبل سيتي لسه ما سلمتش دلوقتي لحد دلوقتي، او من بدايه السنه حتى اللي احنا فيها دي برضو متاخر، ده ملوش عذر. انما التراخيص وقفت عشان العاصمه الاداريه، فخلاص وقفت ورجعت تاني. فالناس الديفلوبر بقى اللي جري منه صبور، ومنه تطوير مصر، ومنه الناس اللطيفه دي، طيب ده لطيف، الاميراده والناس المحترمه دي. طيب، فعندك اسامي كبيره جوه، من تطوير مصر، من صبور الاهلي، من حسن علام، من ماونتن فيو مشروعها اليفا بكل مراحله. وخلي بالك الجميل في مستقبل سيتي ان هي فيها كل الطبقات، فيها كل الشرايح بتاعت اللي تقدر تشتري فيها، شرايح التسعير مش شرايح البني ادمين، احنا كلنا واحد. شرايح عشان بس في ناس في الكومنتس عماله تقول لي هو احنا مالناش نصيب مع حضرتك. ان يا فندم يعني انا ما بقولش لحضرتك ان انا شاري فيلا في الطميه هايتس فبتكلم، يعني انا ما بقولش لحضرتك كده يعني. كل شرايح دي تقسيمه معموله من الدوله نفسها طبقا لقدراتنا الماليه كل واحد فينا. فانا بقسم بس لحضرتك، مش يعني مش اي حاجه تانية غير كده. طيب، فتقدر تخش في كل حاجه، متوسط 2 بدرومز 4 مليون تلاقي، متوسط 8 مليون او 12 او 10 او الكلام ده تلاقي، وفي كل الاسعار بكل البيمنتس بكل الالعاب بكل حاجه. طيب، فدخلنا في الموضوع ده من نقطه الدانستي والبرايسنج، من نقطه ان مش كل حاجه انت متخيلها في دماغك في العقار تقدر تشتريها، ولكن انا معاك جدا ان في ثوابت حضرتك لازم تكون حاططها مع نفسك، وهي اسم الديفلوبر، ما تتنازلش عنه. التايب اللي نفسك تسكن فيه، اللي قدرنا نجيبه تمام، ما قدرناش انا هرشح لك حاجه برضه هتكون مبسوط فيها. اللي تقدر بقى تتنازل عنه ايه؟ استلام، دي بتاعتك والله هتقدر. مش دلوقتي، على بعد كده، عشان بس موضوع البيمنت بلان اللي هنقعد، خطه السداد اللي هنقعد نرتبها ونعملها مع بعض، ولا كمان ده مش قادر عليه. طب لو انت مش قادر تستغنى عن الاستلام ومش قادر تستغنى مع الديفلوبر، خلي بالك بقى، انت اخترت نقطتين، اقوى نقطتين في الموضوع من 4 نقط مثلا. اسم كبير لمطور، والناس اللي بتقول لي مش شرط عندي اسم كبير، احنا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده، من فضلك بس اتفرج عليها. ومش معنى اسم كبير ان انا يعني بقول لك روح ادفع بالملايين، يعني انا بقول لك اسم تراستد، مش شرط ان هو يكون غالي، بس لازم يكون اسم ليه ذو شأن وخبره يعني. اسم كبير واستلام، انت اخترت النقطتين دول اقوى نقطتين، مش قادر اتنازل عن استلام، عايز دلوقتي وعايز اسم كبير. يبقى اوتوماتيك جوه دماغ حضرتك هتعمل حسابك انك هتدفع من 15 ل 20%، وهتقسط على 6-7 سنين في قيمه عقار غالي. يعني لو 3 نوم في اسمين مش غاليين، يعني يا سيدي مثال كريك تاون بتاع الكازار، و ادرس ايست بتاع دور، اديني اديت لك امثله اهو. يعني دول مش غاليين طبقا للاستلام والبيمنت والتقسيط بتاعك والتشطيب. يعني مثلا ادرس ايست بيسلم متشطب. طيب، فهتيجي تقول لي بس هي على 5 سنين دول، هقول لك لا بقى، لا، ما يعني طب نعمل ايه؟ انا اخترت اهو دره مثلا، لو هاخد المثال، اسم كبير واستلام تمام 6 شهور سنه وتشطيب، ايوه بس هي 15% على 5 سنين مثلا. هتقولي لا انا عايزها على 7 سنين، على 10 سنين. طب اعمل ايه؟ انا نفسي في الاسم الكبير والاستلام، بس البادجت ضربت مني، اتنازل عن الاستلام سنه، خليه 1.5 سنة 2. هتقول لي هقدر، هنعدل اللعبه. لو خليتها اوف بلان هترتاح خالص مع اسم كبير وتايب كبير
وبيمنت بلان قليله. شوف عشان اتنازلت عن ايه؟ عن الاستلام بس. فكر كده. ده بعض من الحاجات اللي احنا عايزين ندردش فيها مع بعض، ده جزء. فكر كده، هتنازل عن ايه قصاد ايه؟ طيب، فالساحل الشمالي عشان دايما ده اللي احنا الفتره اللي احنا بنتكلم فيها دي البومينج دلوقتي. لو هفكر بنفس التفكير دانستي فيرسس برايسز، الكثافه السكانيه مقابل التسعير، هنقول سيدي عبد الرحمن مثلا، هنقول العلمين الجديده. صحيح، هو اخبار سيتي ايدج ايه؟ اخبار سيتي ايدج ايه؟ عندها كل حاجه. سيتي ايدج المطور القوي او العام للدوله، هو اللي ماسك موضوع العلمين، وليه مشاريعه هنا في العاصمه الاداريه في منتهى الجمال، وليه مشروع في التجمع الخامس. ما عندك استلام فوري متشطب على 7 سنين و10 سنين و12 سنه على ما اتذكر، بس عنده 12 سنه طبعا وعنده 7 سنين. يلا ناخد على 12 سنه. اقول لك بلاش، ما برشحهاش. سعر الوحده بيزيد جدا جدا جدا، يعني حرام بصراحه. مثلا بتبقى من 7 هتبقى ب 11 12. لو اخدتها على 10 سنين خدها على 7 سنين، قيمه مقابل سعر. خلي بالك، قيمه مقابل سعر، يعني 10% مقدم على 7 سنين او 15% مقدم على 7 سنين، فوري متشطب في اشغال عالي في مدينه. هتقولي لا انا عايز كومباوند. يا سيدي، ما هو لو اتنازلت عن حاجات معينه، اتنازلت دي برضو يعني ايه؟ يعني انا خدت شاليه جوه مدينه بس حاجه محترمه. ف يا سكان اسكندريه مثلا، الشاليه اللي جوه المدينه اللي انا بقول لحضرتك عليه ده، سواء في مرحله اللاتيني او